السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتنا وحبايبنا. مبروك مبروك السوبر، مبروك الاهلي بطل السوبر المصري، بطل الدوري، بطل الكاس، بطل افريقيا، بطل السوبر المصري. عشان الناس اللي بتتكلم كتير واللي بتهري كتير والناس اللي بتحب تاخد اللقطة والناس اللي عايزة تعمل خناقات بعد كل ماتش، الاهلي بطل مصر وبطل افريقيا. الاهلي بطل الدوري وبطل الكاس وبطل السوبر المصري وبطل دوري ابطال افريقيا. عارف معنى الكلمه دي إيه؟ ما انت مش هتعرفها، هتعرفها منين؟ ما انت ما جربتش الاحساس ده. يعني كل اغلبيه الناس بتاعت اللي بتشجع غريم التقليدي ما تعرفش الاحساس ده، ما تعرفش يعني ايه تكون بطل دوري ابطال افريقيا، ما تعرفش يعني ايه تلعب 5 نهائي على التوالي، ما تعرفش يعني ايه اكسب 4 من ال5 في 5 سنين. ما جربتش انت الاحساس ده غريمي والله ومش هتعرفه. يعني انت تاخد بطوله وتجري، يعني تمام، تاخد بطوله مني وتجري وتقول لي بقى اصل الكلام يا حبيبي لو خلص زي انت ما بتقول يبقى خلص من يوم 27 2022، من 27 11 2022 يبقى الكلام خلص. انا خدت من بقك وانت كنت الافضل وفرقتك كانت الافضل، خدت من بقك دوري ابطال افريقيا وما همنيش حد. ما تكلمنيش بقى لا في سوبر محلي ولا في سوبر افريقي ولا في لب سوبر ولا في لب سوري ولا في اي انواع السوبر اللي تعرفها. احنا ابطال السوبر عشان احنا نادي بتاع بطولات، عشان احنا نادي بتاع بطولات. عمرك ما تراهن على الاهلي ويخذلك، يمكن مباراه زي كل الانديه عادي يخسرها زي اللي حصل في السوبر الافريقي، انما تكون متاكد ان اي حاجه جايه بعدها هي للاهلي ولاعيبته عشان بيرضوا جمهوره. احنا لو الحظ معانا، لو لعبتنا مركزه شويه الشوط الاول هنطلع 4-5 مرتاحين، والله نطلع 4-5 مرتاحين. بس لعبتنا عشان عندها دم وكانت زعلانه على زعلنا، اللعيبه كانت مستعجله، ولعبتنا يعني لعبتنا عندها احساس من جوه كده، احنا ازاي نزعل جمهورنا، ازاي جمهورنا يبقى زعلان بالشكل ده. النادي الاهلي عمرك ما تراهن عليه، وعمرك ما تحط ان النادي الاهلي يا جماعه انتوا خذلتونا في مباراه ويخذلك اللي بعدها. عمره ما يخذلك في بطوله ويخذلك اللي بعدها. عمر النادي الاهلي ما تقول الاهلي لعيبته اثرت في حاجه وتفكر ان لعيبته بتنسى الحاجه دي، بالعكس لعيبته بتحط جمهورها اهم حاجه قدامها وفرقتها ان دي اهم حاجه قدامها. احنا ما بنشبعش بطولات، احنا لو بنلعب دوري رمضانيه عايزينها، والله لو بنلعب دوري رمضانيه عايزينها. شوف وسام ابو علي وحمقته، وسام ابو علي جنسيته فلسطينيه، هويه اهلاويه، اهلاوي 100%. وسام اهلاوي 100%، وده كله بسبب ضربه جزاء ضيعها عشان راجل حاسس انه ضيع بطوله على النادي الاهلي، حاسس انه زعل جمهور النادي الاهلي، حاسس انه زعل جمهوره. ياسر ابراهيم ورجوله ياسر ابراهيم وقت ما تحتاجه رغم الانتقادات الشديده اللي انتقدناها له، ورجوله ولعب من الدرجه الاولى. رامي ربيعه، كل الناس اللي لعبت، في ناس على اداها علامه استفهام. حسين الشحات عنده علامات استفهام، كابتن امام عاشور برضو عندك علامات استفهام على ادائك وادائك البدني وادائك الفني. امام عاشور بعيد جدا عن ادائه. سيد عبد الحفيظ مشجع درجه ثالثه، كابتن سيد عبد الحفيظ مشجع درجه ثالثه. سيد عبد الحفيظ اللي بيعمله شفته كان بيقول لعمر كمان بتعملها ازاي يا عمر، تعملها كده؟ مش هو السيد بيساله، كابتن سيد بيساله، كابتن استاذ كلاحه كرويه اقسم بالله. رغم كده الف مبروك رجاله الاهلي، مبروك الصور واحتفلوا زي ما انت عايزين. شيكا دايما عايز ياخد اللقطه، يعني شيكابالا من الناس اللي على المستوى الفني لعيب كبير جدا، يعني على المستوى الفني والمستوى المهاري لعيب انا من اكتر اللعيبه المهاريه اللي شفتها في حياتي شيكابالا. بس على المستوى الذهني شيكابالا مش شيكابالا لوحده عشان ما اكونش بس ظالم، بس انا بقارن شيكابالا ليه بالذات؟ عشان بقارن شيكابالا بلاعب صغير طالع من نادي الزمالك برضه زي حسام عبد المجيد. ايه يا ابني الادب والاخلاق والاداء ايه يا ابني ده؟ ايه يا ابني يا حسام ده؟ حسام انا انتقدته كتير جدا على مستواه الفني في الاولمبياد، بس تشوف حسام عبد المجيد في ماتش السوبر وماتش امبارح وعلاجه لحسين امبارح وتصريحاته اللي كانت بعد ماتش السوبر، سيبك من اللقطه بتاعت امبارح دي، انا اللي معلم معايا جدا كلام حسام عبد المجيد في لقائه مع ابراهيم فايق بعد لقاء السوبر الافريقي. اتزان، لاعب متزن، لاعب عنده من المنتاليتي اللي تخليه يبقى لاعب كبير. شوف عواد، شوف كابتن محمد عواد، كابتن يستاهل كلمه كابتن محمد عواد. تعامله مع جمهور الاهلي، ما انت مش هتستفز الجمهور مش هيستفزك، هتحترم الجمهور هيحترمك. ناس الدنيا حر ميه، عواد راجل بكل ادب وذوق ادى للجمهور الميه اللي عنده. جمهور الاهلي شايل عواد فوق راسه. انا منزل الفيديو بتاع عواد عندي على الصفحه، ادخلوا على الصفحه وشوفوا الفيديو بتاع عواد عامل قد ايه مشاهدات.
اللاعب المحترم بيحترم، في لاعيبه كتيره جدا على المستوى الذهني اقسم بالله تحترم، وحسام عبد المجيد بالذات. انا حبيت الراجل ده جدا بعد اللقاء بتاع السوبر الافريقي. في ناس كتير طلعت استغلت الموقف، منهم شيكابالا نفسه راح تتخانق مع رامي ربيعه ليه؟ يعني راح تتخانق مع رامي ربيعه ليه؟ مش فاهم. وزي ما قلنا هترجع تقول لي اصل بطولتي اكبر من بطولتك، اصل السوبر بتاعي اكبر من السوبر بتاعك، اصل سوبر محلي وانا سوبر افريقي، اصل انا لب سوبر وانت لبك عادي. بص يا حبيبي، اذا بتتكلم عن انتهاء الكلام 27 11 2020 كل حاجه خلصت. اذا مستمر معايا ككوره فاشوف انا طالع من الموسم بدوري وكاس وكاس سوبر مصر وافريقيا 4. تمام؟ انت خرجت من ايه؟ كونفدراليه سوبر افريقيا 4 مقابل 2، النص بالنص. احسب لك الموسم اللي فات ولا انت عارفه؟ يا جماعه احنا بعاد عن بعض جدا في موضوع البطولات، والله انا بحترم كل الناس وبحترم نادي الزمالك جدا، بس لازم تطلع طالع ايمن عبد العزيز يقول لك اصل الاهلي رابع. يا خفيف يا لطيف، الاهلي رابع يعني الزمالك وبيراميدز اللي هيلعبوا بعض، واحد فيهم هيبقى اول وتاني خير ان شاء الله، هيصعدوا مع بعض. كميه ذكاء في الكلام والله العظيم. بص يعني ما فيش عليها حرج ولا في عليها عتاب. اخواتنا وحبايبنا شرفتونا ونورتونا جدا، حطوا لنا لايك وحطوا لنا شير بمناسبه فوز النادي الاهلي، حطوا لنا لايك يا جدعان وحطوا لنا شير كومنت لطيفه من اخواتنا وحبايبنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.